في واحدة من أقوى المباريات هذه المرحلة من كأس إفريقيا، تتجه الأنظار إلى مواجهة مشتعلة بين منتخب تونس ومنتخب مالي. مباراة لا تعترف بالأسماء ولا ترحم الأخطاء، حيث التفاصيل الصغيرة هي وحدها من تصنع الفارق. المنتخب التونسي يدخل هذه المواجهة وهو يدرك جيدا حجم الرهان، نسور قرطاج، التاريخ والخبرة وثقافة الانتصارات في الملاعب الإفريقية. منتخب يعرف كيف يتعامل مع المباريات الصعبة ويحسن اللعب تحت الضغط، خصوصا حين ترتفع قيمة المواعيد. تونس تعتمد على الانضباط التكتيكي، تنظيم دفاعي صارم، وحسن استغلال الكرات الثابتة والهجمات السريعة. ورغم بعض التذبذب الهجومي، تبقى شخصية المنتخب حاضرة حين ينادي على الكبار. في الجهة المقابلة منتخب مالي يدخل المواجهة بثقة كبيرة، منتخب شاب قوي بدنيا، سريع في التحولات، يلعب بضغط عالي ولا يمنح خصمه وقتا للتفكير. مالي إذا تركت له المساحة لا يرحم. المنتخب المالي يراهن على السرعة في الأطراف والتفوق في الصراعات الثنائية، وهو ما قد يشكل اختبارا حقيقيا لدفاع المنتخب التونسي. مفتاح المواجهة سيكون في وسط الميدان، من يفرض إيقاعه ومن يربح معركة التفاصيل. تونس مطالبة بالهدوء، بالصبر وبالتركيز، ومالي مطالبة بالاندفاع المحسوب دون ترك مساحات قد تكون قاتلة. مباراة تكتيكية بامتياز، والحسم قد يأتي من كرة ثابتة أو هفوة لا تغتفر. مواجهة مغلقة في أغلب فتراتها، حذر متبادل، صراعات قوية وفرص قليلة لكنها قد تكون حاسمة. في مثل هذه المباريات التركيز يصنع الفارق، والخطأ يكلف كثيرا. بالنظر إلى الخبرة وإلى قدرة المنتخب التونسي على إدارة هذا النوع من المباريات، أرشح تونس لحسم المواجهة بفارق هدف، أو على الأقل العبور بعد مباراة متكافئة حتى الثواني الأخيرة. قمة إفريقية بكل مقاييس، تونس بخبرتها وتاريخها، ومالي بقوتها وشبابها وطموحها. من سيحسمها، الخبرة أم الاندفاع؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات.